كملت الثلاثيه. مانشستر سيتي كسب دوري ابطال اوروبا زي ما العالم كله كان متوقع، بس في ماتش وبطريقه قليلين جدا اللي توقعوها. في ماتش 3 لعيبه هم اللي حددوا نتيجته. اول لاعب لعب كانه ليونيل ميسي، تاني لاعب اكد لنا اكبر غلطه في تاريخ بيب جوارديولا، وتالت لاعب بقى مع انه بيلعب في انتر ميلان كان شكله حاطط فلوس على ان مانشستر سيتي يكسب الماتش. بصراحه برافو انتر ميلان. ناس قليله جدا توقعت اللي حصل ده، بالذات في اسبوع انتر ميلان لقى نفسه فجاه كده ما بقاش اشهر انتر في العالم، واغلبيه العالم بيتوقع انه يتمرمط قدام مانشستر سيتي. انتر ميلان بصراحه عمل ماتش رائع، وخلص الماتش بفرص اكتر وباهداف متوقعه اكتر بكتير من مانشستر سيتي. فبصراحه في ظل اللعيبه اللي عنده وامكانياتهم اللي مش قد كده، انتر ميلان يستاهل نسقف له كلنا. في الماتش بقى نفسه قلت ان في 3 لعيبه حددوا نتيجه الماتش ده. اول لاعب هو جون ستونز، اللي انا بعتبره في الماتش كان نجم المباراه. مش بس كده، انا بعتبره انه في مانشستر سيتي هو نجم الموسم. في الماتش كان نجم المباراه انه كان في كل حته وبيعمل كل حاجه، وتقريبا ما عملش حاجه غلط. وبالذات بعد اصابه دي بروين انك قعدته في النهائيات، جون ستونز هو اللي بقى بيقوم بالدور ده، وعمله بصراحه بطريقه مش عاديه. تخيلوا كده ان جون ستونز في الماتش ده رقص وعدى بنجاح 6 مرات. اخر مره في نهائي دوري ابطال اوروبا لاعب يعمل رقم اكبر من ده كان في 2015 قدام يوفنتوس، لما ليونيل ميسي عدى ورقص 10 مرات بنجاح. وبقول بقى ان هو نجم الموسم في مانشستر سيتي لان مانشستر سيتي كده بعد مشكله جراديولا مع جواو كانسيلو، جراديولا ما كانش لاقي حل يلعب بالاسلوب اللي هو عايزه. وشفنا انه حاول يلعب برناردو سيلفا باك شمال، وحاول يخلي اكي يقوم بدور جواو كانسيلو، وفي الاخر الحل اللي لقاه انه يخلي جون ستونز، اللي حاجه اللي محدش كان متوقعها، هو اللي يقوم بالدور ده. جون ستونز قام بالدور ده كانه اتولد يلعب خط وسط، وكان هو السبب الاساسي حتى في وجود هالاند ودي بروين وكل اللعيبه اللي في مانشستر سيتي دي ان سيتي يكسب الدوري والكاس ودوري الابطال. تاني لاعب بقى اثر على نتيجه الماتش هو رودري. رودري اللي من سنتين كده في نهائي دوري الابطال جراديولا قرر يقعده دكه، وبسببها خسر النهائي. المره دي جراديولا بدا بيه، ورودري كعادته عمل اداء رائع. ومش بس كده، جاب جون المكسب في الماتش عشان يأكد وبدون أي شك إن قعدته على الدكة في نهائي 2021 ده كانت أكبر غلطة في تاريخ بيب جوارديولا. تالت لاعب بقى أثر على نتيجة الماتش هو نجم مانشستر سيتي روميلو لوكاكو. بجد يا جماعة اللعيب كارثة، كارثة. هو مش بس منع انتر من هم يدخلوا جون أكيد، لا قام جه كمان مضيع فرصة ما تضيعش من على بعد ياردة ونص. فتحس كده ان هو لما كانش نزل نتيجه الماتش ده كانت ممكن تبقى مختلفه. نيجي بقى لجراديولا نفسه، اللي بقى اول مدير فني في تاريخ الكوره يحقق الثلاثيه مع فرقتين مختلفين، 2009 مع برشلونه والمره دي. ومانشستر سيتي بقى عاشر فريق في تاريخ اوروبا يعمل الثلاثيه، وتاني فريق من انجلترا بعد مانشستر يونايتد مع اليكس فيرجسون في سنه 99، عشان ياكد لنا من غير اي شك ان اعظم انجاز في تاريخ انجلترا في الكوره هو باسم ارسنال والفوز بالدوري من غير ولا هزيمه. وبالفوز ده مانشستر سيتي بقى سادس فرقه في تاريخ انجلترا تكسب دوري الابطال، وده ضعف اقرب البلاد ليها. في المانيا وايطاليا وهولندا، والثلاثه عندهم 3 فرق كسبت دوري الابطال قبل كده. رقم غريب جدا بقى لقيته، وكنت اتوقع انه يبقى اكتر من كده بكتير، ان جوليان الفاريز بقى سابع لاعب بس في التاريخ يكسب دوري الابطال، كاس العالم، ودوري انجلترا. عملها قبله تييري اونري، بارتاز، وكانتي، بليتي، بيكيه لما كان في مانشستر يونايتد، وبيدرو. في الاخر لازم اقول ان حتى لو سيتي في الماتش ده ما كانش في اعلى مستوى ليه، بس عموما وفي الموسم كله سيتي يستاهل يكسب الثلاثيه. النسخه دي من مانشستر سيتي اكيد احسن فرقه في العالم في الفتره دي، وممكن تبقى احسن فرقه في تاريخ الكوره. وفي دوري الابطال الموسم ده سيتي كسبه من غير ولا هزيمه، وما دخلش فيه غير 5 تجوان بس. وسكته للنهائي اللي كانت من خلال بايرن ميونخ وريال مدريد اكيد كانت اصعب بمراحل من انتر ميلان اللي لاعب بورتو وبنفيكا واي سي ميلان. وخلاص انا شايف ان جراديولا كده قفل اللعب، واي حاجه هيعملها بعد كده في الكوره مش هتبقى احسن من الانجاز ده. فيا دوبك جه الوقت بقى انه يعتزل، او على الاقل يسيب مانشستر سيتي ويروح كده يدرب في السعوديه او امريكا. والله تستاهلها جراديولا. نشوفكم الحلقه الجايه.